النهاردة جايبالك سر من اسرار اللانشون البيتي، وهتعمليه ب150 جرام بس من اللحمة المفرومة، وهننزل عليهم بقى بالبهارات بتاعتنا: توم باودر، بصل باودر، حبهان باودر، بابريكا، ملح، بيكنج باودر، فلفل اسود، وقالب من الماجي وده اختياري، وعليهم كوباية من المية المثلجة ونص كوباية من النشا. هنضرب بقى كل الكلام ده كويس جدا في الكبة، وننزل عليهم ب3 معالق من الزيت عشان اخد اللون الاحمر الوردي بتاع اللانشون. هجيب لون غذائي لونه احمر واخد الدرجة بتاعته، مش عايزة ما تحطيش ويبقى اللون اللحمة بتاعنا الطبيعي. تمام. هجيب بقى كيس حراري وهنزل بقى بالكمية بتاعتي دي كلها في الكيس الحراري. هبدأ ابططه كده عشان اوزعه بطول الكيس بتاعي، وهبدأ ان انا المه زي الرول. الطريقة دي بتخليني اخرج الهواء اللي جوه اللانشون، وكمان ما يبقاش مفرغ من جوه. بدأت ألم الكيس الحراري زي الرول وحطيته في ورق ألمونيوم، وبدأت برضو أبرمه كده زي البونبوناية بالظبط كده، وخد الشكل الرول بتاع اللانشون. هجيب حلة وفيها مية سخنة وهنزل فيها بالرول وهغطي عليها واسيبها تستوي لمدة ساعة أو ساعة إلا ربع. وابدأي بقى فكي الرول كده، عايزة اقولك استوى ونضيف وريحته تجنن. حطي في التلاجة وابدأي قطعيه بقى دواير وقدميه في السحور وبألف هنا. ولو عجبك وصفاتنا ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. بحبكم جدا وكل سنة وانتم طيبين ودمتم بألف خير. باي باي.